لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ماذا وجدوا تحت السرير في غرفة الملك محمد السادس؟ وجدوا رسالة مكتوب فيها: أنا الملك محمد السادس يوصي الجميع على إبنائه وأيضا على الفقراء، حيث أوصي أيضا بمساعدة الفقراء. وقال في الرسالة: اتمني أن تكونوا. رسالتي واضحه، أطلب من الجميع ولو مساعدة الفقراء حتى أن يتحسن وضع البلاد وتكون البلاد متعاونة. فقير وغني. صرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الاثنين بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس لن يشارك في القمة العربية بالجزائر. وأضاف بيوريتا في تصريحات صحفية اليوم أن الملك لن يشارك في القمة العربية بالجزائر، فيما يرأس بوريطة وفد المملكة المغربية خلال أعمال القمة. وكان وزير الخارجية المغربي أوضح أمس الأحد أن الملك محمد السادس سيقرر ما إذا توفرت شروط مشاركته في قمة الجزائر، والمزمع عقدها يومي 1 من نوفمبر المقبل. وقال بيوريطة في تصريحات لمجلة جون أفريك الفرنسية إن الملك كلفني بالإبلاغ عن نيته حضور القمة وعن تشجيع باقي الملوك والرؤساء على حضورها، ونحن الآن نراقب وسيتم اتخاذ القرار إذا توفرت الشروط لذلك. والسبت الماضي أفادت مصادر دبلوماسية مشاركة باجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في الجزائر بعدم انسحاب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من القمة. وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن وزير الخارجية المغربي داخل قاعة المؤتمرات، وأن الخلاف الحاصل كان بسبب خريطة المغرب التي نشرتها إحدى القنوات الجزائرية مقتطعة. وطالبت مصادر مشاركة باجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية الأمانة العامة للجامعة بتوضيح أنه ليس هناك شريك إعلامي للقمة. وأكدت المصادر ضرورة أن تكون خريطة المغرب كما هي معتمدة في كل تراب المغرب هي الخريطة المعتمدة في هذه القمة. تجدر الإشارة إلى أن قناة الجزائر الدولية نشرت خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تخالف تلك التي درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها، مما أثار تحفظ الوفد المغربي. وبحث وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.